بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين. السيدات والسادة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل المولى عز وجل لكم التوفيق والسداد والنجاح في لقائكم هذا. وأدخل إلى صلب الموضوع مباشرة، فإن الدقائق المخصصة لهذه المداخلة لا تكفي للإجابة على التساؤل المطروح ولا على التعرج على جميع جوانبه، مما يقتضي الدخول السريع من دون مقدمات. فكما ترون وتعلمون، يعاني العالمين العربي والإسلامي بصورة خاصة، والعالم كله بصورة عامة، من ظاهرة التطرف والغلو الديني، والذي تتجلى ذروته في تكفير الآخرين واستباحة دمائهم والعبث والتلاعب بمقدراتهم. ولا يمكن الاستهانة أبدا بهذه الظاهرة ولا التقليل من شأنها، لأنها صارت تترك آثار بصماتها بصورة واضحة على أكثر من صعيد. والخطورة في إحدى جوانبها تكمن في الدور الذي تلعبه تلك التنظيمات والجماعات المتطرفة في ربط نفسها أو من يريد ربطها بالدين والإسلام على وجه الخصوص، متجاهلين عن سابق قصد وإصرار الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وبالتالي يبرز السؤال الأهم، والذي طلبت اللجنة المنظمة لهذا اللقاء منا الإجابة عنه: هل هذه التنظيمات بغض النظر عن أسمائها، داعش، القاعدة، بوكو حرام، طالبان، الإخوان المسلمين، هل هذه التنظيمات تمثل الإسلام؟ وفي الإجابة أيها الإخوة أقول: أستطيع كالكثيرين أن أقول وبعجالة أنها لا تمثل الإسلام، وأستشهد بالعشرات من الأدلة القرآنية التي تشير إلى تسامح الإسلام وعدل الإسلام ومحبة الإسلام وقبول الإسلام للآخر وحرية العقيدة وغيرها. ولكني عندها أجدني كمثل النعامة كما يقولون تدفن رأسها في الرمال ظنا منها أن لا أحد يراها، وأكون كمن يعيش خارج السياق وخارج الزمان والمكان، مقطوع عنه الإشارة كما يقولون السيجنال. وبالتالي فعند الفحص العلمي لهذا الأمر، وعند تنحي سطوة اللوب الشعبي والجماهيري جانبا، أقول: داعش على سبيل المثال روجت لنفسها أنها تمثل الإسلام، وأصدرت إحدى الفيديوهات الدعائية بعنوان خلافة على منهاج النبوة، في إشارة إلى حديث نبوي شريف للتدليل على أنهم هم المقصودون، أو أنهم هم من يحققون الحديث الآن، في حين يستخدم خصومهم أو المناهضين لفكرهم أحاديث مقابلة لهم للتدليل على أن داعش خوارج ويجب علينا أن نقتلهم قتل عاد وأن يبادوا. فبين مدافع عنهم ومستميت من أجل جعلها خلافة على منهاج النبوة، وبين مستميت آخر في مقابلهم بوصمهم خوارج، أعتقد أننا نغفل عن جانب مهم. فداعش كما غيرها من التنظيمات خلافة على منهاج المسلمين، وخلافة على منهاج الأمويين، وخلافة على منهاج العباسيين، وخلافة على منهاج العثمانيين. وهنا أتعمد هذه الألفاظ
ولست غافلا عن دلالتها. هي تنظيمات تسعى لتطبيق ما تعلمته وما نعلمه في مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا على أنه الدين وأنه الإسلام، ولا ينقصني لا الجرأة ولا الملكة العلمية في الاستشهاد بالعشرات من المسائل في كتبنا الفقهية والعقدية التي تدرس في معاهدنا، لكن ليس هنا محله ولا الوقت يسمح بسرد ذلك. بل اسمحوا لي أن أكون صادما أكثر لكم إن قلت إن داعش أخلص تنظيم من جميع أخواتها في تنفيذ ما قرأوه وما تعلموه وفي اعتزازهم فيما اعتقدوا أنه الدين. وعندما قلت أنها خلافة على منهاج المسلمين أو الأمويين أو العباسيين أو العثمانيين، أقصد أن ما من فعل فعلته داعش ولا من إجرام أجرمته داعش إلا وله مستند في تاريخ المسلمين وتصرفات المسلمين وفكر وفلسفة المسلمين. لكن مهلا أيها العقلاء، أنا أقصد كل لفظ قلته، فعندما أتعمد الألفاظ قلت المسلمين خلافة على منهاج المسلمين ولم أقل خلافة على منهاج الإسلام، لكي نصل إلى السؤال المطروح: هل داعش والقاعدة بوكو حرام الإخوان يمثلون الإسلام؟ أو أنا أو أنتم أو ما نسميه بالإسلام المعتدل الموديرن أو الإسلام الديمقراطي أو أي جماعة منا أو من المسلمين مهما كانت مسالمة أو عنفية، هل هي تمثل الإسلام؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نعيه ونفهمه ونجيب عنه. هل للإسلام من يمثله؟ وهنا أقول أنه لا يوجد من يمثل الإسلام، ولا يمكن أن يتواجد من يمثل الدين، لقاعدة مهمة معروفة في علم الاجتماع، وهي الاختلاف والتباين بين المبدأ والمنهج. وهذا ما نعاني منه، إشكالية الخلط بين المبدأ والمنهج. فالمبدأ هو مجموعة المعتقدات دينية كانت أو فكرية، والقيم والاستراتيجيات التي يتبناها أي فرد أو مجموعة مؤسسة أو كيان. أما المنهج فهو طريقة تنفيذ تلك الاستراتيجية والمنهج المتبع لنشر تلك المعتقدات أو الفكرة أو القيم. وتأسيسا عليه، الدين أو الإسلام هو التعاليم الإلهية التي خوطب بها الإنسان على وجه التكليف. أما التدين والفقه هو الكسب الإنساني في الاستجابة لتلك التعاليم وتكييف الحياة بحسبها في التصور والسلوك. ومن هنا يظهر الاختلاف، فإن حقيقة الدين تختلف عن حقيقة التدين، إذ الدين أو الإسلام هو تلك التعاليم المنزلة من قبل أمين الوحي الإلهي جبريل عليه السلام على قلب أمين الوحي الأرضي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهذا شرع إلهي. أما التدين فهو التشريع البشري أو الإنساني بتلك التعاليم، وهذا كسب إنساني محض. الدين هو الوحي المتمثل في الكتاب القرآن والسنة الثابتة سندا والصحيحة متنا. أما التدين فهي اجتهادات العلماء وفقههم في فهم هذا الوحي وتفسيره وإنزاله على أرض الواقع. وهنا يكمن الفارق بين المبدأ وتطبيقه، فمن السهل أن تصدر الأوامر وتوضع الخطط والأفكار، ولكن تطبيقها يخضع لظروف الزمان والمكان وأهواء الإنسان. وهذا الأمر أيها السادة والسيدات ليس خاصا بالإسلام، بل يجري على كل الأديان السماوية منها والأرضية، بل يسري حتى على النظريات والأفكار البشرية.
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. الشيوعية على سبيل المثال، الشيوعية اختلفت رؤاها الفكرية بين لينين وتروتسكي، واختلفت تطبيقاتها مع الأصول الفكرية لما قاله ماركوس، ثم اختلفت تطبيقاتها فيما بين الصين والاتحاد السوفياتي سابقا ويوغوسلافيا ورومانيا. الديمقراطية فكرتها واحدة، ولكن تختلف تطبيقاتها في دول الاتحاد الأوروبي عن أمريكا، وبين تطبيقاتها في دول الجامعة العربية، أو حتى تطبيقاتها ضمن أحزابنا الكردية. وحتى مصطلح العلمانية ومدى فصل الدين عن الدولة لا يخلو من اختلاف نظري وتطبيقي، وهذا واضح وجلي بين التطبيق الكمالي للعلمانية في تركيا الذي تمثل في محاربة الدولة للدين، وبين التطبيق الفرنسي والبريطاني الذي تمثل في حيادية الدولة من الدين. هذا على مستوى الأفكار والأهداف البشرية والتطبيق العملي لها. لكن تراه أيضا في الأديان البشرية، أيضا تراه في البوذية التي ترفض اللجوء إلى العنف، وهو ما يميز جوهر التعاليم البوذية برفض فكرة العنف من جذورها. فالإنسان عندهم لا يمكن أن يبلغ الحقيقة ما دام يرغب في إيذاء الآخرين، ولكن تحت اسم البوذية يمارس اليوم تحت اسمها بحق المسلمين الروهينجا ما لا تبدأ باغتصاب النساء ولا تنتهي بقتلهم وحرق منازلهم. وكذلك الاختلاف بين المبدأ والمنهج تراه في المسيحية وفي الأديان السماوية. تراه في المسيحية التي تتسم بالحب والتسامح والعفو والمغفرة، ولكن تحت رايتها تم استرقاق معظم شعوب العالم وإبادة بعضها على يد الإسبان، أكثر المسيحيين تمسكا بالمسيحية. ودفع الثمن في العصور الحديثة معظم العالم من الهنود الحمر في أمريكا مرورا بشعوب آسيا في أندونيسيا والهند والصين، والشعوب المسلمة في أواسط آسيا وصولا إلى العرب والأفارقة. كل العالم تقريبا قامت أوروبا المسيحية باستغلاله وقهره خلال 3 قرون انتهت بحربين عالميتين أزهقت حياة الملايين من البشر الأبرياء. في كل ذلك التاريخ الدموي لأوروبا المسيحية لم يتهم أحد المسيحية بأنها دين الإرهاب والإبادة الجماعية، ولم يجعلها أحد مسؤولة عما فعله المسيحيون الأوروبيون. فالمسيحية لم تتحمل وزر الاستعمار الأوروبي ولا المذابح الغربية، بدءا من استعمال السيف والرمح في العصر الروماني إلى استعمال القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية إلى الأسلحة المحرمة دوليا في فيتنام وما بعد فيتنام. وكذلك الإسلام كدين ونصوص مقدسة تدعو إلى السلام وإلى المحبة اختلفت فهمها وتطبيقاتها في اختلاف المذاهب والفرق الإسلامية وتطبيقها على مدى تجربتها منذ 1440 عاما وإلى الآن، وما رافقه من استعباد وقتل مورس تحت اسمه. هذا يوصلنا أيتها السادة والسيدات لقاعدة أساسية مفاداها أن التطبيق البشري لمبادئ المسيحية والإسلام يتشكل تباعا لثقافة كل دولة أو مجتمع. ولهذا ترى في المسيحية الأوروبية ملامح أوروبا، وترى في المسيحية المصرية القبطية ملامح الثقافة المصرية الزراعية، كما يختلف التدين الإسلامي المصري عن التدين الإسلامي الصحراوي العنيف الذي تجده في جزيرة العرب. الفارق الوحيد
هنا أنهم برأوا المسيحية من جرائم ارتكبتها الأكثرية من معتنقي المسيحية، وظلت ترتكبها منذ فجر المسيحية إلى منتصف القرن العشرين، من عصر الرومان إلى وقت الصرب والأمريكان. وفي نفس الوقت جعلوا الإسلام هو المسؤول عن إرهاب ارتكبته تنظيمات لا يمكن أن يصل عدد أفرادها بضع مئات الألوف ضمن تعداد المسلمين الذي يصل إلى 1.5 مليار من البشر. الإسلام أو أي دين أو أي منهج أخلاقي أو تشريعي هي مبادئ وأوامر ونواهي ونظم وقواعد، كلها في الأصل تنحو نحو ما ينبغي أن يكون. أما التطبيق البشري فهو ما هو كائن في الواقع من السلوك والأفعال، ولا يصح الخلط أبدا بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. الإسلام في القرآن الكريم هي تلك القيم التي تدعو للسلام وحرية العقيدة والفكر والعدل والقسط والرحمة والتعاطف، وهو الأمر بالمعروف وبكل معروف من تلك القيم الإنسانية المعروفة، وأيضا النواهي عن كل ما هو منكر من الظلم والعدوان والبغي والإثم والفحشاء والفساد. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالإسلام هو حجة الله على العالمين وليس العكس، وهو الذي نقيس به المسلمين وليس العكس، والرجال يعرفون بالإسلام وليس الرجال هم الذين يعرف بهم الإسلام. وقد جاء في الأثر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وأنصف قديما من قال: من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال. فمن الخطأ أن ننظر إلى الإسلام وقيمه ومبادئه وأخلاقه وتشريعاته من خلال أتباعه وسلوكهم وتصريحاتهم، وذلك لنقطة مهمة جدا جدا، أننا لا نطبق النص الديني. اسمعوها، نحن لا نطبق النص المقدس، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نطبق النص الديني أو النص المقدس، لأن النص الديني والنص المقدس نص جامد غير قابل للتطبيق مجردا، وإنما يحتاج إلى عقل ليفهمه ويفقهه ويفسره. وبالتالي فنحن نطبق فهمنا للنص الديني ونطبق تفسيرنا للنص الديني. هذا الفقه للنص الديني وهذا التفسير للنص المقدس بشري وليس إلهي، لأن الفقه والتفسير فهم، والفهم يرجع إلى البشر. ولما كان الفقه والتفسير فهم بشري فهو بالتأكيد فهم متعدد بتعدد العقول والأشخاص، ومختلف باختلاف العقول. وطالما هو بشري إذن فهو متجدد بتجدد البشر، ولذلك لا يصح نسبة هذا الفهم فضلا عن تطبيقه إلى الدين. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل أميرا على سرية كان يوصيه بجملة وصايا، منها: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
قاعدة أساسية، تلك التي يشير إليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنه لا يستطيع أحد مهما أوتي من العلم والفهم والفضل والقدر أن يقول أن فهمه ورأيه وتفسيره هو مراد الله، بل يقول هذا ما أفهمه من حكم الله، وهذه قراءتي للدين، وهذا تفسيري للدين. وبالتالي أيها الأحبة، فلا ممثل للإسلام، وإنما داعش قراءة في الإسلام، والإخوان المسلمون قراءة في الإسلام، والأشعرية قراءة في الإسلام، والماتريدية قراءة في الإسلام، والسلفية قراءة في الإسلام، والشيعية قراءة في الإسلام، والزيدية في اليمن قراءة في الإسلام، والإباضية في عمان قراءة في الإسلام، والإسلام الديمقراطي في غرب كردستان قراءة في الإسلام، والصوفية قراءة في الإسلام، وحتى ضمن الصوفية الرفاعية في حلب وبغداد قراءة في الصوفية والإسلام، والقادرية في عامودة قراءة في الصوفية والإسلام، والنقشبندية في حلوة وخزنة ومرجة وتلمعروف قراءة في الصوفية والإسلام. ولا يمكن الادعاء بأن أحدا من هؤلاء يمثل الإسلام، بل بالرغم من أن كل منهم يخوض المعارك ليثبت للآخرين أنهم الممثلين الصحيحيين للإسلام، يخوضون معارك إن قتالية وإن فكرية، كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.